يا جماعة خلاص رسمياً تم الإعلان عن قرعة كأس العالم 2026 اللي حتكون في أمريكا الشمالية. وشكل هالبطولة دي حتكون نار، مواجهات قوية جداً من البداية. وبما إننا متحمسين خلونا نوصل هالفيديو ل20 لايك. طيب يعني الخريطة صارت واضحة والطريق للمجد معروف، بس السؤال اللي يطرح نفسه، إيش أقوى المواجهات اللي طلعت لنا من هالقرعة؟ يلا جهزوا حالكم، رح ندخل في تفاصيل كل مجموعة حين. خلونا نبدأ بأول 4 مجموعات، والمميز فيهم إنهم مجموعات الدول المستضيفة، وهذا دايماً بيعطي جو خاص وتحديات مختلفة تماماً. طيب شوفوا معايا، في المجموعة الأولى المكسيك صاحبة الأرض حتواجه كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا، ومعاهم فريق حيتأهل من الملحق الأوروبي. نروح للمجموعة الثانية، كندا المستضيفة وقعت مع سويسرا وقطر، بطل آسيا السابق. بس استنوا، شوفوا المجموعة الثالثة، يا ساتر، قمة نارية بين البرازيل والمغرب. وأخيراً أمريكا في المجموعة الرابعة، مهمتها ما هي سهلة أبداً قدام أستراليا وباراغواي. وهذه بس البداية، الحماس لسه بيزيد. خلونا نكمل ونشوف إيش في نص القرعة. والحين وصلنا لقلب البطولة، المجموعات من A إلى H. هنا تبدأ الأسماء الثقيلة تظهر، والمنافسة الحقيقية تبين ملامحها. هنا توزيع القوى مثير للاهتمام. ألمانيا في المجموعة إي قدمها تحديات صعبة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية. المجموعة F فيها مواجهة متكررة بين هولندا واليابان ومعهم تونس. أما المجموعة G فيها صدام قوي جدا بين مصر وإيران، صعب نتوقع مين يفوز. وأخيراً المجموعة H قمة كلاسيكية بين إسبانيا والأورغواي، وكلنا ننتظر نشوف أداء السعودية. لسه ما خلصنا، باقي الجزء الأخير عشان تكمل الصورة. يلا نكمل. وبالمناسبة إذا عجبكم هالتحليل لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لنا في التعليقات إيش المواضيع اللي تبغون نتكلم عنها المرة الجاية. والحين وصلنا لآخر محطة في القرعة، المجموعات الأربعة الأخيرة، وبهيك تكتمل عنا الصورة النهائية لدور المجموعات في مونديال 2026. فرنسا وصيفة البطل على رأس المجموعة A، ومعها السنغال والنرويج. أما بطلة العالم الأرجنتين فمجموعتها جاي متوازنة ومثيرة جداً بوجود الجزائر والأردن. نروح للمجموعة K، البرتغال في مواجهة كولومبيا القوية. وأخيراً وليس آخراً المجموعة L، الله، مواجهة كلاسيكية بين إنجلترا وكرواتيا، ومعاهم غانا اللي بينهم ذكريات. طيب هذه هي الصورة كاملة، القرعة خلصت والانتظار انتهى. الحين بدأ وقت التحليلات والتوقعات، والسؤال الكبير اللي كلنا نسأله، من بين كل هالمنتخبات القوية مين اللي رح يثبت نفسه ويكمل للدور الجاي؟ شاركونا توقعاتكم تحت في التعليقات. الملعب هو الفيصل بالنهاية، رحلة الحلم لكأس العالم بدأت الآن.